حي شعبي في كازا، وسط الزحام والدخان والناس اللي كانوا دايرين في واحد الدوامة ديال الحياة. كانت كاينة واحد البنت سميتها وردة، سميتها زوينة في حالها، ولكن الحياة ما كانش زوينة معها ولا وردة بحالها. كانت ساكنة في بيت قديم، الحيوطة فيه مشقوقين والبرد كيدخل من تحت الباب، لكن كان فيه الدفا ديال القلب، الدفا ديال الأم ديالها. الأم كانت كل حياتها كانت كتفيقها بكلمة زوينة، كتدعي معاها قبل ما تخرج وكتقول لها: بنتي، الدنيا راها صعيبة، ولكن القلب اللي نقي كيربح ديما في الاخر. هاد الدنيا ما بقاتش زوينة مع وردة. ماتت الأم ديالها بالسرطان ومات معها الأمان. وردة كانت عندها غير 10 سنين وبدات كتحس بالحياة كتحفر لها حفار كبيرة. بوها تزوج بمرأة أخرى، والمرأة الجديدة ما كانتش كتحملها، كانت كتحتقرها، كتستغلها، كتعاملها بحال الخدامة. وردة ولات كتفيق مع 6 ديال الصباح، كتغسل، تشطب، كطيب بلا ما تسمع حتى شي كلمة زوينة. نهار ورا نهار والطفولة ديالها بدات كتموت. ما بقاتش كتمشي للمدرسة، ما بقاتش كتلبس شي حاجة جديدة، حتى العيد ولا يوم عادي عندها، بلا حلوى بلا كسوة. وكل مرة كانت كتخرج للزنقة كتشم ريحة الحرية، ولكن كانت كتخاف ترجع للدار. واحد النهار ما قداتش تصبر، خرجات خدات شي شويه ديال الفلوس اللي كانت كتجمعهم ولبسات سبرديله قديمه ومشات. ما كانش عارفه فين غادا، ولكن كانت باغيه غير تبعد من الظلم اللي كانت كتعانيه. وصلت وسط المدينه بين القهاوي والكورنيش، والناس كانوا كيتفرجوا في بعضياتهم، وهي تبرك حدا واحد الحيط وبدات كتفكر: شحال من وردة ماتت قبل ما تزهر. خدمات اول مره في واحد المقهى صغير، كانت كتمسح الطابلات وكتغسل الكيسان، وهذاك الجيرون كان كيضربها ويعايرها، ولكن ما كانش عندها مسكينه شي اختيار. كانت كتبقى تبكي بالليل بوحدها في الكراج. حتى جا واحد الشاب كيبان انه ولد عائله، نقي، لابس مزيان، كيهضر الرزين. كان سميتو ايوب. كان كيجلس في القهوه وكل مره كان كيخلي لها بوروار زيت. واحد النهار هو يقول لها: شوفي، انت ما خاصكش تبقاي هنا، انت زوينه وذكيه وتستاهلي شي حاجه اللي احسن. هي ما صدقاتش، ولكن قلبها كان عطشان لذيك الكلمه الزوينه اللي كانت محرومه منها شحال هادي. المهم خداها معاه ولبسها وداها لواحد الدار صغيره وبدا كيبني معاها الاحلام. وهي ما بقاتش كتحلم، بقات كتعيش في داك الحلم ديال بصح. حتى جا واحد النهار اللي تقلب فيه كل شيء. هي ما بقاتش كتحلم، بقات كتعيش على ان داك الحلم واقع. حتى جا واحد النهار اللي تقلب فيه كل شيء. وردة حملات، ومنين عرفت جرات بغات تبشرو، وهو يقول لها: ماشي وقته دابا، خاصنا نصبروا شويه. ومن بعد بدا كيغبر بشويه بشويه، ولا ما كيجاوبهاش، ما بقاش كيبان. وردة بقات بوحدها وكرشها غادا وكتكبر، والناس كيتفرجوا فيها وكيتراشموا عليها. وردة مسكينه تهرسات وتبهدلات، ترفسات، ولكن بقات صامده، ما طاحتش. جابت وليدها في السبيطار، ما معها حتى شي واحد، ما معها حتى شي مرافق، وهي تسميه نور، حيت كان هاد الوليد هو الضوء اللي بقى ليها في هاد العتمه هادي اللي كتعيشها. وردة رجعت كتخدم، ولكن دابا خدامه ومعها وليد صغير، كتشد الحليب والخبز وكتقلب على سوايع الخدامه، بحال لا كتجمع في شي دريهمات من الرمله. خدات سكنات في واحد البيت في حومه شعبيه، وما عمرها خلات ولدها يحس بالنقص. كل صباح كانت كتفيق بكري وكتخرج تخدم، وكترجع طيب وتعاون نور في القرايه. وكان ديما كتقول ليه: انا ولدي راه ما قريتش، ولكن انت غادي تقرا،
وغتهز ليا راسي ديما الفوق. فعلا نور كبر، وكان هذاك الطفل اللي كان كل شي كيبغيه. كان مؤدب مزيان، ذكي، مجيد، نجح في الباك بميزة حسن جدا، وخدا منحة باش يقرا الطب. وفاش كلشي عرفو قالوا ليه واش بوحدك درتي هادشي كامل؟ هو يجاوبهم وكيشوف الفوق والدموع في عينيه: لا، انا ولد وردة، الوردة اللي تربات في الزنقة، ولكن عمرها رضات تولي شوكة. نهار تخرج نور ولا طبيب، كان داك النهار عيد في الحومة. الناس اللي كانوا كيشوفوا وردة على انها وصمة عار ولاو كيبغيوها كاملين. المرأة اللي كانت كتقول لبنتها ما تلعبيش مع ولد وردة، ولات كتقول لها شوفيه ولد الناس الله يرزقك بحاله. هذا هو النفاق الاجتماعي. ولكن وردة كانت كتعيش لحظات النجاح بالحشمة. ما كانتش كتشوف نفسها بطلة، كانت كتشوف راسها غير أم دارت الواجب ديالها. ولكن في القلب ديال نور كانت أكثر بطلة، كانت الأساس، الجدار المتين اللي تبنى عليه كل شيء. واحد النهار وهو طبيب متطوع في واحد المستوصف في واحد الدوار بعيد، جا لقى شي حالات صعيبة بزاف، ولاد صغار ما عندهمش دواء، الناس كبار مرض ومهمشين. رجع عند الأم ديال وردة وقال لها ماما، أنا ما نقدرش نخلي هاد الناس هكذا، خاصني ندير شي حاجة. وردة شافت فيه وقالت ولدي دير الخير، ولكن بلا ما تضيع راسك. الخير كيبدا من القلب، ولكن خاصو عقل باش يكمل. نور بدا المشروع ديالو، مستوصف متنقل كيدور به بين الدواوين، كيعالج وكيعطي الدواء بالمجان بمساعدة جمعيات ومتبرعين بالطلب. سمى المشروع ديالو وردة في الزنقة على الاسم ديال الأم ديالو وعلى الحياة اللي بدات من الزنقة. المشروع نجح بزاف، وكثروا الناس اللي عرفوا هاد القصة. بدات كتخرج هاد القصة في السوشيال ميديا. وردة ولات كتعطي لقاءات بسيطة بكلماتها البسيطة، ولكن كانت كتحمل قوة الداخل ديالها. وواحد النهار في واحد الحوار وهي تقول كنت كنبيع مناديل، واليوم ولدي كيمسح دموع الناس. هادشي ماشي معجزة، هادشي صبر وتوفيق من عند الله. ولكن الدنيا ما كتخليش الفرحة كتكمل بلا اختبار جديد. وردة كان في عمرها 55 عام. واحد النهار حسات بوجع في الصدر ديالها، مشات عند الطبيب وهو يقول لها نور غادي ندير لك شي تحاليل، ولكن غير باش نطمئنوا. للاسف التحاليل ديال وردة لقاو عندها مرض السرطان، نفس المرض اللي خدا منها امها. جا عندها ولدها، ولكن هاد المرة ما بقاتش وحيدة، كان عندها نور، وكان عندها الشعب ديال الناس اللي كيبغيوها. دخلت العلاج، بدا شعرها كيطيح والجسد ديالها بدا كيوهن، ولكن الروح ديالها بقات قوية بزاف. نور كان ديما حداها، يفيق معها، يضحك معها، يقرا ليها القرآن، ويرجع هو داك الطفل الصغير اللي كانت كتغني ليه باش ينعس. واحد النهار وردة كانت كتشوف في السقف وقالت ليه نور ولدي، إلا مشيت ما تبكيش عليا، ماشي هذه هي النهاية، هذه غير البداية. أنا عمرني كنت شي حاجة، ولكن ربي دار مني أم ديالك، وهذه أعظم نعمة عطاها لي سيدي ربي. نور كان كيبكي، ولكن ما وراهاش الدموع ديالو. شد يدها وقال لها ماشي انت اللي مشيتي، انت غرستي وردة في هاد البلاد، وغادا تبقى ديما كتزدهر. ماتت وردة، ولكن القصة ما ماتتش. من بعد الموت ديال وردة دار نور واحد الجمعية سماها وردة الأمان، كتعاون كاع الأمهات الوحيدات، البنات اللي خرجوا من الشارع،
كتكونهم وكتعطيهم فرصة جديدة في الحياة. كل درهم وكل بسمة كانت كتكتب باسم وردة، والناس بقاو كيهضروا في القهاوي في المدارس على المرأة اللي كانت كتمسح الطابلات ولات سبب باش 1000 واحد يلقى الكرسي في السبيطارات والطبيب والدواء. فاش كيجي الربيع والنوار والزهر كيبدا يطلع، الناس كيقولوا الوردة اللي كانت في الزنقة عمرات البلاد بريحة زوينة ومنظر جميل. وهنا كتنتهي القصة ديالنا. كنتمنى ان هذه القصة تنال الاعجاب ديالكم، وتدعمونا بزر ديال الاعجاب والبارطاج، وشكرا لكم.